قبل أن أرد على هؤلاء الإعلاميين أود أن أوضح نقطة مهمة جدا، وهو أن هؤلاء يمثلون شريحة صغيرة من الإعلام التونسي، وليس الإعلام التونسي كله ينتقد المغرب ولا يحب المغرب. على العكس، فالشعب التونسي والإعلام التونسي يحب المغرب، ولطالما ساندونا في الكثير من التظاهرات ونحن كذلك نحبهم بالمثل. لكن هؤلاء يمثلون شريحة صغيرة كما قلت، والطريقة التي ناقش بها هؤلاء الإعلاميين طريقة غبية جدا. فالإعلاميون هنا في هذا البلاطو طرحوا أسئلة غبية، وأسئلة لا يطرحها الإعلامي المثقف الواعي بكل أمانة. الشخص الذي قال أن وليد الركراكي قدم اللائحة بطريقة لن يفهمها الكثير من سكان المغرب، مثل السكان الذين حدث لهم الزلزال. لكن ما علاقة الزلزال باللائحة بالله عليك؟ المنطقة التي حدث فيها الزلزال هنالك أناس واعون جدا، وأنا شخصيا أنتمي إلى تلك المنطقة. لا يحق لك أن تتكلم في أشياء تجهلها ولا تفهم فيها أي شيء. فهذا الإعلامي أخطأ كثيرا عندما تحدث بهذه الطريقة. في آخر الفيديو ذلك الصحفي قال أن من شاهد لائحة المنتخب المغربي وطريقة تقديم لائحة المنتخب المغربي لن يتعرف على أن هذا هو المنتخب المغربي. بالله عليك، هل هذا كلام يقال؟ هل هذا كلام يقوله الصحفي المثقف؟ ففي المغرب من طنجة إلى القويرة الجميع يعرف قميص المنتخب المغربي، بل حتى في العالم بأسره، خصوصا بعد المونديال الكبير الذي قدمه الأسود في قطر. هذا كلام لا يقوله الإعلامي المثقف. وددت أن أوضح هذه النقطة بالضبط، لأنني رأيت هذا الفيديو انتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، واضطررت إلى أن أرد عليه لكي أوضح أن هؤلاء لا يمثلون جزءا كبيرا ومعظم الإعلام التونسي والشعب التونسي بكل صراحة. لأن الإعلام التونسي والشعب التونسي يحب المغرب، وتربط بيننا أواصر الود والمحبة. أتمنى أن تستمر هذه المحبة وهذا الود، وأن لا يفسد هذا الفيديو للود قضية، وأن لا ينساق الجمهور المغربي نحو هذا الكلام غير المسؤول. شكرا لكم لمتابعتكم هذا الفيديو إلى النهاية. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب لكي نستمر في مثل هذه الإطلالات وفي توعية الجمهور العربي بشكل عام، لأننا تجمع بيننا أواصر الود والمحبة والدين واللغة. لا يجب علينا أن نتفرق وننساق نحو الفتنة. أشكركم جزيل الشكر. سلام.